حكايتنا انهردة عن الدرب الأحمر. ليه سموها الدرب الأحمر؟ وأهم المعالم السياحية فيها منطقة الدرب الأحمر في وسط القاهرة، واحدة من أقدم وأشهر المناطق في المدينة. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه اسمها الدرب الأحمر؟ سبب التسمية فيه أكتر من سبب لتسمية الدرب الأحمر بالاسم ده. أول حاجة، الدرب معناها طريق أو ممر، والأحمر جت من اللون اللي كان يطغى على المنطقة زمان. كان فيها منازل مبنية من الطوب الأحمر، وكمان كانت أسواق الأقمشة فيها مليانة أقمشة حمراء، فربطوا بين اسم المكان واللون ده. في رواية تانية بيقولوا إن الدماء اللي سقطت في معارك المماليك في المنطقة هي السبب في التسمية، لدرجة إن الأرض كانت تحمر من كثرة الحروب. المعالم السياحية في الدرب الأحمر مش مجرد شارع، ده كنز من المعالم التاريخية اللي بتحكي عن الماضي الجميل للقاهرة. ودي بعض من أهم المعالم. مسجد السلطان حسن ده واحد من أجمل وأضخم المساجد في العالم، مش بس في مصر. تم بناؤه في عهد السلطان حسن في القرن الرابع عشر، وكل حجر فيه بيحكي حكاية. مسجد الرفاعي جنب مسجد السلطان حسن ده من المساجد اللي فيها تصميم معماري رائع. وفي ضريح الملك فاروق وأسرته الملكية، يعني في لمسة تاريخية ملكية كده. قبة الصالح أيوب دي أثر تاريخي مهم، وكانت موجودة من أيام العصر الأيوبي. فيها قبر صالح أيوب اللي كان حاكم مصر في وقتها، وده مكان لازم تشوفه لو بتحب التاريخ. مدرسة السلطان برقوق مدرسة جامدة جدا، كانت مخصصة للدراسة في العصور القديمة. فكر فيها كأنها جامعة قديمة، وكل جدار فيها بيقول لك قصة خانقاه السلطان حسن. مكان كان مخصص للعبادة والتأمل، وعمره ما زال موجود لحد النهاردة. تصميمه كله يعكس الروح الإسلامية بشكل جميل. سبيل وكتاب عبد الرحمن كتاخدة ده مكان قديم كان بيقدم الماء المجاني للمار، وفي كتاب كان بيعلم الناس القرآن. مكان جميل للهدوء والسكينة. أسواق الدرب الأحمر، وكمان المنطقة دي مشهورة بأسواقها الشعبية. لو بتحب الأشغال اليدوية زي النحاس والأرابيسك، أو بتحب تشتري حاجات زي السجاد أو الجلود، هتلاقي كل ده هنا. ومن الحاجات المميزة كمان الأكلات الشعبية اللي ممكن تذوقها هناك. الدرب الأحمر مش بس منطقة تاريخية، ده مكان عايش بكل تفاصيله. لو حبيت تتعرف على تاريخ القاهرة وتستمتع بمزيج من العمارة الجميلة والأسواق الشعبية، المكان ده لازم يكون في برنامج زيارتك. الدرب الأحمر مش مجرد مكان، ده تاريخ حي بيحكي نفسه. لو كنت بتحب القاهرة لازم تمر على المكان ده وتشوف بعينك الجمال اللي فيه. القاهرة دايماً جديدة، دايماً مليانة أسرار. علشان تفهم الماضي اللي رسم خريطة النهاردة، خليك معانا في تاريخ على الناصية.